السلام عليكم. ماذا قال الإعلام الزملكاوي بعد فوز الأهلي على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب بالقاهرة من دوري أبطال إفريقيا؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت سعيد بفوز الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب من دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية، فقد تفاعل الإعلام الزملكاوي مع فوز الأهلي. وهنبدأ بالإعلام الزملكاوي المثير للجدل عمرو الدرديري، الذي قال: الأهلي النهارده محسسني إن هو فاز على ريال مدريد، والأهلاوية سعداء قوي. أنا بقول لكم لو الزمالك قابل الرجاء أنا متأكد إنه هيكتسحوا، والأهلاوية عارفين كده. الزمالك عقدة أندية المغرب، وإحنا ياما فزنا على الرجاء والوداد والترجي. وأنا بقول للأهلاوية انتوا هتروحوا هناك تترعبوا من الحضور الجماهيري، والرجاء هو اللي هيقصي الأهلي إن شاء الله. بينما صرح رضا عبد العال وقال: الأهلي النهارده عمل مباراة عمره، وكان يقدر يكسب كتير النهارده، والحكم السوداني ما كانش عاجبني، وأنا قلت كده من قبل الماتش إن الحكم هيجي على النادي الأهلي. والشناوي النهارده كان أسد وشال كورة في الشوط الأول كانت من الممكن تقلب المباراة، بس برافو للمدرب مارسيل كولر، قدر يخش في أجواء إفريقيا ويعرف الدنيا ماشية ازاي، عشان افريقيا مش محتاجة تأليف. وانا بقول للأهلاوية الأهلي هو اللي هيفوز ان شاء الله بدوري ابطال افريقيا. بينما صرح احمد حسام ميدو وقال: برافو لعبة الاهلي النهارده، كانوا رجالة وقدروا يهزموا الرجاء المغربي اللي ما خسرش ولا تعادل ولا مباراة السنة دي في افريقيا، وفاز في كل ماتشاته. انا قلت قبل كده الاهلي لما بيتحول للادوار الاقصائية بيتحول لفريق تاني غير دور المجموعات. وانا كزملكاوي حزين من جوايا اني بشوف النادي الاهلي كل سنه في افريقيا يا بياخد البطوله او بوصل للنهائي، وبشوف حال الزمالك يصعب على الكافر صراحه. نفس المسؤولين في نادي الزمالك يتعلموا من النادي الاهلي، والمفروض اللعيبه تخلي عندها شويه دم وتغير من لعيبه الاهلي. الاهلي بينافس على كل البطولات في الدوري وفي افريقيا، والزمالك مش هيروح اساسا دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، ده حاجة تحرق الدم. بينما صرح خالد الغندور وقال: الأهلي النهاردة ما قدمش مباراة كبيرة ولا حاجة، ولولا الحضور الجماهيري الأهلي كان خسر أو اتعادل. وأنا بقول للأهلاوية انتوا لسه ما تأهلتمش لدور النصف النهائي، وقدامكم مباراة مصيرية في الدار البيضاء، وانتوا عارفين جماهير الرجاء بترعب أي حد، وشكل الأهلي أساسا مش عاجبنا خالص. بس ممكن الأهلي يعمل المفاجأة ويتأهل على حساب الرجاء، وكل حاجة واردة في الكورة. وفي النهاية لو أنت محب وسعيد بفوز الأهلي على الرجاء اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.